بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. رجعنا لكم بفيديو جديد ومهم جدا في تربية الحمام. لو انت فعلا مهتم بتربية الحمام ومهتم بزيادة الانتاج، مهتم كمان بزيادة وزن الزغاليل عندك لما تطلع بعد الانتاج، ان شاء الله لازم تقدم العشبة دي. العشبة دي من اهم الاعشاب اللي انا دايما بشتغل بيها، وبتزود عندي الانتاج، بتزود نسبة الخصوبة كمان عند الذكورة. فالنهارده ان شاء الله طالع اقدم عشبة الكمون. عشبة الكمون اللي انا هتكلم عليها النهارده، وهتكلم على طريقه التحضير بتاعتها. بس قبل ما اتكلم على طريقه تحضيرها، عشان ليها طريقتين اتنين، ممكن ان انا اقدمها على الاكل، وممكن ان انا اقدمها في الميه، يعني ممكن اغليها، وممكن ان انا برضو اقدمها على الاكل. هنتكلم على الطريقتين دول، وقبل ما اتكلم على الطريقتين هتكلم على الفوائد العظيمه بتاعتها بالنسبه للحمام. ومن اهم فوائد عشبه الكمون يا جماعه ان هو بيقوي الجهاز التنفسي عند الحمام، يعني بيقي الحمام بتاعنا من الامراض التنفسيه زي ما انا قلت كده في بدايه الفيديو. مش هنلاقي طبعا الحشرجه، مش هنلاقي التنفسي، الكحه، البرد اللي هو بيجي الحمام بتاعنا نتيجه طبعا غبار الريش اللي لسه متواجد اثناء فترات القلش او ما بعد فترات القلش، تيارات الهواء اللي هي ممكن تصيب الحمام بتاعنا. يقوي الجهاز المناعي، ودي حاجه مهمه جدا بحتاجها للحمام بتاعي في الفتره دي. لو انا بدور على رافع مناعه مش هلاقي اقوى من الكمون، او ان انا انشط الجهاز المناعي للحمام بتاعنا، اعمله كحائط صد من الامراض اللي هي بتبقى منتشره، اذا كانت امراض فيروسيه او امراض بكتيريه. مطهر قوي وغسول كلوي، ويحافظ على نشاط الكلى بالنسبه للحمام بتاعنا. يعني مش هنلاقي حالات الخمول اللي احنا بنلاقيها عند الحمام بتاعنا، هنلاقيه دايما في نشاط وحيويه. ساعات لما بنكلف بنلاقي في بعض اللصوص عندنا فيها حاله خمول، في بعض اللصوص كده ما بيبقاش فيها امراض، ولكن هي فيها تكاسل، فده بيعمل على نشاط وحيويه الحمام بتاعنا عامه ككل. الكمون كمان يعتبر من اهم العلاجات الفعاله في علاج عسر الهضم، اذا كان تحجر الحويصله برضو اللي احنا دايما بنشتكي منه في الزغاليل، او تحجر الحويصله عند الاسوس بتاعتنا، فده بيعمل لها زي عسر هضم، ممكن ان هو يقلب بعد كده معانا طبعا بخسسان نتيجه انسداد الفتحه اللي هي ما بين فتحه الحويصله والمعده، فبيحصل تعفن في الحويصله، وبالتالي الاسوس بتخس مننا، وممكن ان هي تمرض بسبب تعفن الطعام. الكمون كمان يحتوي على عناصر كثيرة جدا زي الكالسيوم، ودي من اهم العناصر اللي انا ممكن احتاجها للحمام بتاعنا، سواء قشرة البيضة الضعيفة اللي هي بعض الاناث بتجيبها، او البيضة البريشت اللي هي بدون قشرة، فده بيكون سببه نقص الكالسيوم. زائد ان الكالسيوم كمان مهم جدا بالنسبة للاناث، بيساعدها فعلا على التبويض وبينشط المبايض بتاعتها، فبالتالي الاناث عندنا هتفضل في استمرار في حالات البيض. ويحتوي ايضا على الفسفور، ودي مهمه جدا جدا بالنسبه للذكور. طبعا في حالات التخصيب، البيض الرايق، الكلام ده كله ان شاء الله الكمون هيحد من انتشارها. زاد ان هو بيحتوي على البروتين، يعني تغذيه كامله متكامله بالنسبه للحمام بتاعنا، وهيساعد كمان في زياده نمو الاسس بتاعتنا وزياده نمو حجم الزغاليل نتيجه عنصر البروتين اللي هو متواجد في الكمون بتاعنا. يعتبر الكمون من اهم مضادات الاكسده، حيث يساعد في نشاط الحمام باستمرار، ويعتبر ايضا من اهم المصادر الغنيه بالحديد، مقاوم للفطريات وحالات التعفن اللي هي نتيجه الكلفه الملوثه او الميه او تعفن الغذاء داخل الحويصله بتاعتنا، فدي طبعا بيعمل فطريات، او اذا كان كنكر بالفم، ودي بتتواجد اثناء فتره الشتاء. دي كده يا جماعه كل فوائد الكمون، وهنتكلم على طريقه تحضيرها. طريقه تحضيرها في طريقتين اتنين، ممكن ان انا اجيب ما يعادل زي فنجان القهوه كده واملاه كمون ونحطه على الكلفه، نعفر بيه الكلفه او نقلبه على الكلفه. يعتبر من الحبوب اللي هي مفيده جدا للحمام بتاعنا. ممكن ان انا اجيبه برضو واغلي الفنجان ده على لتر ميه. طبعا ما ننساش ان احنا لازم ننزل زيوت الطياره، مهمه جدا جدا، اللي هي بتبقى على الغطا بتاعنا. ما ننساش ان احنا نقدمها على عطش لا يقل عن 4 ساعات بالنسبه للحمام، عشان يستفاد من اي عشبه بنقدمها للحمام بتاعنا. دي كده يا جماعه العشبه اللي انا قدمتها للحمام بتاعي النهارده، وهي فعلا من اهم الاعشاب اللي انا بهتم بيها للحمام بتاعي. الاعشاب فعلا مهمه جدا جدا في تربيه الحمام، ومهمه جدا في زياده وزن الحمام وزياده وزن الزغاليل. كده يا جماعه بكون نهايه الفيديو بتاعي معاكم، ويا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراككم في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.